السلام عليكم. جالي اوردر من شخص عزيز عليا ان انا اعمل له تشكيله رز بلبن كده بنكهات مختلفه على عقيقه ابنه. على طول رحت مقدم على يوم اجازه من الشركه وكلمت صاحب الجدع سيد رضا، قلت له جهز لي المكان على ما اجيلك. المهم وصلت وحطيت اللبن على النار يسخن، وبعدها رحت رصص العلب زي ما انتم شايفين كده. بعدها رحت غاسل الرز ومنزله في اللبن وقعدت اقلب فيه حوالي 30 دقيقه لحد ما الرز بدا يرفع، ورحت سايبه وبقيت اقلبه كل دقيقتين. وبعد ما الرز استوى وصل للقوام المظبوط رحت حاطط السكر ومقلب كويس وقافل النار، وبدات اصب الرز بلبن في العلب كده زي ما انتم شايفين. وبعد ما خلصت صب رحت سايبه حوالي ساعتين يبرد خالص، ورحت مدخل الرز بلبن الفرن وكل شويه ابص عليه لحد ما اتحمر خالص زي ما هو واضح كده. بعدها دخلت تشكيل الرز بلبن بقى، فجبت كذا نوع بسكوت وكسرتهم، وجبت حلويات بسبوسه وكنافه، وجبت مكسرات وكسرتها كويس، وبدات اوزع الحاجات دي في العلب زي ما واضح كده. وبعد ما خلصت رحت مدخل بقى الرز بلبن في التلاجة يسقع كويس، وتاني يوم الصبح رحت وديت الاوردر، والحمد لله اول ما شاف التشكيله انبسط جدا. ودي كانت الرساله بتاعته لما دق الرز بلبن. وده رايي